السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ معاكم محمد العلم القاسم، واليوم جايب لكم من قطعة بشرح كيف تنقل الملفات من كمبيوتر لين الايبود، لين الايبود او الايفون او كل او اي جهاز من اجهزة الابل يعني. فباستخدام هذا البرنامج الاينتونس. زين، طبعا هذا البرنامج الاساسي اللي يكون لازم يكون عندك اذا عندك ابل ايبود او اي من هالاجهزه، يعني مو بلازم يكون عندك، بس من افضل انه يكون عندك عشان تسوي الابديت يعني اللي يحب اللي يبغى يسوي كل يعني اي ابديت ينزل يبغى يسويه. فلازم يكون عنده هالبرنامج اينتونس. طبعا تحميله سهل، بس الحين براويكم شرح التحميل. طبعا تروح هاللينك، بعطيكم هاللينك راح يكون في الديسكربشن ان شاء الله. طبعا راح تطلع لكم هالصفحه. تبون تحملونها لازم تحطون ايميلكم وتسوون داونلود ناو، وخلاص عادي يحمل بدون اي مشاكل. وطريقه التثبيت طبعا سهله، يعني كانك تحمل اي برنامج ثاني. الحين عشان تنقل الملفات لازم اول شيء توصل الايبود او الايباد او الايفون على الكمبيوتر. وحين فتحنا البرنامج. طبعا هذا هو البرنامج. الحين بس تشوفوا هذا اللي طلعنا software version 6 is available for the iPod users iPod وود. المهم تسوي كنسل. طبعا اذا تبي تسوي ابديت او شيء من هنا تسوي ابديت ريستور ايباد. طبعا هنا معلومات جهاز 32 جي بي، هذا اسم جهازك يعني انت تعطي اسم. المساحة الباقية 22 جي بي. تروح هني ابس، شوف هذا البرامج يعني يعطوك الصورة الكاملة الواجهة حق الايبود، يعني ميوزك فوتوس يعني لصورك تشوف. المهم نروح هنا سوي دن. طبعا اذا تبي تنقل فيديو موفيز لازم يكون صيغة الفيديو MP4، لان الايبود او الايفون ما يقبل الصيغة ثانية غير MP4. طبعا الحين ما عندي فيديوهات MP4 عشان شي ما يظهر لكم شيء. فنروح لميوزك، هنا عندي MP3 ميوزك. نروح سونج. طبعا هذه الاغاني الموجودة الحين، بس عندي هالاغنية. تاخذ هالاغنية وتحطها في اذا حدت عليها وسحبتها راح يطلع لك هذا المربع من هني، يطلع تحطه، بعدين تسوي دن. خلاص ينقل الأغنية، يعني ينقل الأغنية للآيبود. زين، كنا خلصنا. وصلنا لنهاية هذا الحلقة لنهاية هذا الفيديو، وإن شاء الله نلاقيكم في فيديو جاي إن شاء الله. وادروني على القطعة، وإن شاء الله ما انقطع بعد هالفيديو عن القناة. يلا مع السلامة.